السلام عليكم. امبارح كان في ماتش بين الاهلي والزمالك مواليد 2005، والماتش ده كان في استاد النادي الاهلي، يعني كان بتاع النادي الاهلي. في الفئة السنية دي لما يكون الماتش بتاعك فانت من حقك تذيعه على القناة بتاعتك، يعني قناة النادي الاهلي كان من حقها انها تذيع الماتش ده، ماتش اهلي وزمالك مواليد 2005. تمام. ايه بقى اللي خلى الماتش ده ما يتذاعش؟ كابتن وليد سليمان. كابتن وليد سليمان اللي هو شغال في الناشئين في النادي الاهلي او في قطاع الناشئين، راح قال لهم لا والله احنا مش هنذيع الماتش ده عشان خاطر لو اتغلبنا. المعلومة دي بناء على كلام الصحفي أبو علي. فشوف العقلية بقى، عقلية وليد سليمان اللي بتقول لهم احنا مش هنذيع الماتش عشان ما نتغلبش، أو عشان لو اتغلبنا ما نكونش بقى بنتفضح على قناة النادي. احنا بس هنصور الماتش، كسبنا ذيع الماتش، ما كسبناش امسح الفيديو ولا كأنك عملت حاجة. تخيل عقلية واحد شغال في قطاع الناشئين عاملة ازاي. هو أصلا وليد سليمان ده عقليته تسمح له إن هو يشتغل في قطاع الناشئين ليه؟ وفكرة إن أي حد ختم حياته في النادي الأهلي لازم يمسك حاجة في النادي. وما هو قطاع الناشئين ده ما شاء الله ما بيطلعش لعيبة بقاله قد إيه؟ قطاع الناشئين ده ما هو متداس على وشه، بيتصرف عليه مصاريف على الفاضي، بسبب إن أنت أي حد، يعني بلاش نقول مش فاهم، بتمسكه قطاع الناشئين. طب خده الأول وديه دورات يتعلم، يعرف الأول يفكر. ما هو ده مش تفكير بني آدم سوي، ده مش تفكير بني آدم سوي. مش هقولك تفكير واحد يكون قدوة، لا ده مش تفكير بني ادم سوي. انت كان ممكن تقول لهم طب احنا الماتش ده هيتذاع ويبقى حافز للعيبه، الماتش ده متذاع على قناه الاهلي، في كتير هيشوفوه، فرصه ليكم ان الناس تظهر، فرصه ليكم ان الناس تتعرف، ويبقى دافع للعيبه. لكن انت عشان خايف تتغلب فتقول لهم لا احنا مش هنذيع الماتش والله على القناه عشان خاطر إيه خايفين نتغلب، فاحنا لو ما اتغلبناش نبقى نذيع الماتش. طب الماتش اتلعب وكسبت 3-0 وما اتذاعش، ولو جيت تذيعه هيبقى ماسخ وملوش طعم زي الاكل البايت اللي محدش عايز ياكله. ده ماتش ناشئين في الاول وفي الاخر، يعني انت، وهو اصلا اللايف مش كل الناس هتتفرج عليه، ما بالك بقى لما يكون معاد. كام واحد بقى هياخد من وقته عشان يتفرج على ماتش اهلي وزمالك 2005 اللي هم دلوقتي عندهم 20 سنة ومعاد الماتش. فكرة ان احنا بنعين اي حد في قطاعات الناشئين لمجرد ان هو ختم حياته في النادي، دي لازم يتعاد التفكير فيها، لازم يتعاد التفكير فيها. ولازم تعرف الاول هو كفء يمسك ايه الاول، ولو مش كفء وانت عايز تشغله وتجامله، علمه، طلعه ياخد دورات، ياخد معايشات، ياخد شهادات، وبعد كده لما يبقى قادر وفاهم يبقى يشتغل في الناشئين. انما كده انت بتجامله على حساب النادي.